أجمل تتبيلة للشيش طاووق ممكن تعملوها، بجد سهلة جدا، غدا مبياخدش نص ساعة وطعمه تحفة جدا. أنا أمنية أشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا فولو لايك شير. يلا بينا. أول حاجة بعملها بنقع عيدان الشيش طاووق في شوية مية واسيبها بقى على جنب عبال ما أتبل الشيش طاووق. هضيف بقى الفراخ بتكون متقطعة قطع صغيرة. هضيف لها بقى معلقتين صغيرين من الملح، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخن، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهضيف توم بودر وكمان بصل بودر، ونص معلقة صغيرة كده من الكركم، ورشة صغيرة من الكاري، وهضيف 3 معالق كده من الزيت، وهعصر نص برتقانة. بجد البرتقان بيدي للتتبيلة طعم خطير. هضيف بقى عصير نص البرتقانة على الفراخ، وهضيف كمان معلقتين 3 من الزبادي، وهقلب بقى الكلام ده كله كويس. وبعدين هفرم بقى بصلاية كبيرة واعصرها كويس واخد المية بتاعتها واضيفها بقى على التتبيلة، ويبقى كده الفراخ جاهزة معانا. هقلب بقى كويس جدا كده كل حاجة مع بعضها، وهغطيها بقى بأي حاجة عندنا واسيبها بقى تتبل اقل حاجة ساعتين. ولو سبتوها تبات اكتر في التتبيلة بتبقى طعمها تحفة. هقطع بقى فلفل الوان بالحجم ده، وكمان هقطع بصل برضو يكون حجمه زي ما انتوا شايفين كده. كده جهزنا كل حاجة. هجيب بقى الفراخ بعد ما سبتها اتبلت مدة كويسة جدا. هجيب بقى العيدان اللي كنت نقعها في المية وابدأ ادخل بقى فيها البصل بالطريقة دي، وبعدين هضيف بقى الفلفل الالوان. تقدروا طبعا تعملوا الترتيب اللي انتوا بتفضلوه. وبعدين هضيف بقى الفراخ، وهضيف الفلفل الأحمر وكمان بصل، وبعدين هضيف كمان فلفل وقطعة كمان من الفراخ. أنا هحط 4 قطع فراخ في العود، وما بين كل قطعة وقطعة فلفل ألوان وبصل. بجد أول ما تجربوا تتبيلة الشيش طاووق بالطريقة دي هتحبوها جدا وهتعملوها على طول. هحط بقى آخر قطعة من الفراخ، وبعدين هحط عليها بصلاية ويبقى كده تمام. ممكن تحطوا 4 قطع من الفراخ او اقل من كده، فعادي براحتكم. هعمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة، الخضار وبعدين الفراخ وبعدين الخضار والبصل، وبتخلص بسرعة ما بتاخدش وقت. وتقدروا برضو تدوقوا التتبيلة علشان تشوفوا الملح بتاعكم ايه اللي انتوا بتفضلوه، لان الملح حسب الرغبة، بس بالنسبة لي معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة كانت مظبوطة جدا، فبرضو الملح حسب الرغبة. بعد بقى ما عملت الكمية اللي انا محتاجاها هحطها بقى على شبكة وتحتها صينية بالطريقة دي، وبحط بقى في الصينية شوية من المية علشان الفراخ تستوى على البخار المية، وهتخلي الفراخ جوسي جدا. بجد الطريقة دي تحفة. ادخلها بقى الفرن يكون سابق التسخين درجة حرارة مرتفعة، والمتبقي من الفراخ هشيله بقى في علب التلاجة لأي وقت أنا محتاج أطلعه أعمله بنفس الطريقة ويبقى معايا سهل جدا. وبخزنها بقى في الفريزر للوقت اللي أنا قبل ما بدخل الشيش طاووق الفرن بدهنها بشوية كده من الزيت، شوية صغيرين مش كتير. هدخلها بقى الفرن وهكون برضو في نفس الوقت مشغلة الشواية علشان تاخد لون
ودي اول ما اخدت لون من فوق هبدأ اقلبها بالطريقة دي علشان هدخلها تاني وتاخد بقى لون من الناحية التانية وتكمل سواها. هي ما بتاخدش وقت خالص، نص ساعة بالظبط في الفرن. هدهنها برضو دهنة بسيطة كده من الزيت. وقبل ما تطلعوها من الفرن ممكن تدخلوا كده الشوكة في الفراخ، هتلاقوها دخلت، يبقى كده استوت تمام. وكده تمام، الفراخ استوت وبقت جميلة جدا بجد. طعمها ولا الريحة خيال يا جماعة، لازم تجربوها، طعمها تحفة قوي. انا كنت عاملة رز بسمتي فهقدمها مع الرز البسمتي. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.